كيرن سأيوب إلا كرنكم كرن سأيوب تام كرنكم كرن سأيوب تلفزيون أسنا باربسات بادر 26 is frequency 10,004 vertical symbol rate 7,500 جماعات وسنبنيش تتقدم تقدي بشبكة انترنت ما اجل تتابعوا ولا تقدروا حر راديو توم. السلام عليكم حيث تنسيتنا يوم 7 ديسمبر سنة كل 1000 وسرا حتى جمعتو كان يوم كرين سيوب بالنبة أخبار أقول لكم كسل فرت أخبار سنة كل 1000 وسرا حتى بدرجة علم بزحام صحفيين لسا جنو التا وإرتريات لن الحلفة 10 سنة من نام بساجنوا الصحفيين أولا تترتب دولتكم تتشرحام. أرتريات برنامج كوفاكس قلت تحابر اللي تقدمت لها لا طلب أسكلات بقرفكم اللي تشرحام. لا بيرس أخبار سمت أنحكم تفاسير للتلال يقول لكم السنة كل 1000 وإسراء وحتى بدرجة علم لبزحوا الصحفيين لسا جنو التاكم تام نيويورك لمركز لجنات محامين صحفيين اندحبرت أرتريا من السا جنو الصحفيين أولا لترتبا الدول كمتا تقرير شرح اللام الذي يعيد مؤسسة يوم 6 ديسمبر الأفكار التقرير أرتريا اللي تتندول ديبن كلمة 9 وثلاث صحفي سجنامكم اللوح برت الليتم بالأساس تلن سنة كاينا 5 صحفي عند السجنات أولي درجة ترتبت الليت ميانمار إسرا وسس صحفي وبيلاروس 10 صحفي عند السجنات تلن سنة كل 1000 وسرا حتى كل دول ميانمار وبيلاروس أثر كاينا رطوبات كملا لجنة محامين صحفيين حبرتم من تحصر لتركب دول أفريقيا هي إريتريا تلن إسرا سنة زياد إسرا صحفي وكيتبات من دار تطافات أولاد درجة رتبت نبره الليتم أتحرب تقراي شمت لليت توبياما عداواي حر صحافات بتوديو لليت أكي أفعال إفساجنوا الصحفيين حقوا إريتريا رتبت الليتم إريتريات كيدت حقوق حر صحافات قبل بزح سنوات من متوى 8 دولة الدنقوبة رتبتت انت نبره الليتم أرتريات برنامج كوفاكس قلت تحابر لتقدمت لها طلبة سكلة تتقارفكم الليت شرحام مركز مراقبة العدة أمراض أفريقيا من لادي بنيروبي لهلا مكتوبة هبوي شرح بزحات دول غرب ومؤسسات منظمات الدنيا إقل أفريقيا لتبرعوا في الديت كورونا فيروس أريتريا من برنامج كوفاكس إقل تنفع لتقدمت طلب أزيما كميت كبتتو تأمرام لما أسست ألو قدمت شرح ديبا برنامج آتيات لله 5 دولة أفريقيا لفي الديت بحود بطحن من مهلات إريتريا لكن التبرنامج يأتين بهلات مهلات أتأمرام برنامج كوفاكس يقول دول أفريقيا لتهيب في الديت لبرنامج لبز حكفالو بقبي اتحاد أفريقيا ومنظمة آفية الدينة لتمقارحكم هلا لتأمر حتى نقطة 3 بليون بزه الشعب لبقارة أفريقيا كل من ميت ليتاتو في الديد ضد كورونا فيروس اللي ركب قادر لهالام مكتب مركزي مراقبة للعد أمراض أفريقيا الذي بريتريا تقدم لها الطلبات آتي برنامج كوفاكس أزيما قلت لكم تو حبور هالام
حسام التنسيتنا اليوم دولي على الأخبار دي بالله تامم هلام. مثل كرنسا يبتل لكم حسام التنسيتنا يوم كلوت مودون ده طبعنا ما تامكم اللينا سلف برنامج مسؤول منتو نقدم لكم تو ديبو في قادو الصحفيين وفنانين بحود الزعوتات حنتيلة بالأرس لدى لموضوع تابع كفال. كلام موضوعنا ناشط سياسي أستاذ عثمان حجاي أودعته بيلك السلسلة بيننا كتوضيح. متابعتكم مشاركتكم دي بنسي ابقى ولا موضوعنا قلنا انبت برنامج مسؤول منتوم. مسؤول منتو. مرحبا بكم حسام التنسية برنامج مسؤول منتوم. من اللي ندأت لنا في قادة الصحفيين وفنانين بحود الزعوتات حنتيلة بالرئيس للدالة موضوع يوم 7 كفال قلنا نقدم لكم توم. مثل صحفيين وفنانين بزحام دار السام قدات معلمين مشايخ أقششتي ودكتورات قطوفهم قمتهم كل الأمر حقيقة تام. كتلينا يوم 7 كفال في قادة محمد مرانت الشي دكتور تخلام من قستاب والصحفي يوسف محمد علي لكسس حكير تاريخ بحوث زعوتاتي قد نرئيتو متابعتكم انسان. قاد محمد مرانة نسور من والدايو مرانة نسور أمير ووالدايتو قساس عثمان الدالة قبر مريم سنة 1944 كميلة لتبهل نوشا دقية من دقاقيت وازن تدي بتولدام إلا من كرن 5 كيلومتر لرايمة كميل لتتبهل عاد لمن قبيلة بيت معلالة لتولد أبو أمو أبو لسميت تقبي والدا يوما من قبيلة بيجوكتوم. قاد محمد مرانت كلوت حو محمود وإدريس تولد مسلوم وتنقوشت الله اتوازنتت خلوة شيخ محمد علي زروم قرر علام السنة 1996 هي كرن انداتا تعليم وسلام مطور مدرسة الخداميات اتمحت لدرس علام وبالله هي مثل كلهم التمهد لدرسل على معلمين ومشايخ علاقة سنة السسام الفنتيت مثل قادة أبو بكر صالح تردت علاقة النوادة مجتمع لخدم مسائل التو شك علام محمد مرانت قادة دي منتو مثل جبهة تحرير نزوم سبت علام يوم 8 ديسمبر سنة 1976 حكومة توبيات أبتتو سجنتهم ديب كرنا التسجين أدقب لتبهل على سنة تام السجنام لفردت على السنة سجين كما أتمام السنة 1976 التبدير درست على معهد استاذ قبام السنة 1907 حتى مدحاني تيلوس محمد نور لتتبهل أوليت السيتو هدا وديب سنة 1907 عبد الرحمن تبكروم هقول لهم اتيوم 6 ديسمبر مثل 7 بعدام سجنا و5 سنة فردام من 5 سنة 3 سنة وسر السجن دول أدورام السنة 1977 كانت تحررت ومن سجن فقرة وشغلان بتام السنة 1958 اتمحكمت شريعات
علي قدر قادت يمامام. السنة 1988 علي قدر ودواها ثورتكم تبطتو إباهو أزيمات قردت قادي قبام. ومن سنة 1988 أسك سنة 1990 مدينة قردت قادن دقابا شاكام. قاد محمد مرانة تتكرن وقندعما قادن دقابا شاقيتم. يوم 4 مايو سنة 1909 حتى إريتريا لتراتا قير وشعبيات قل إريتريا وشعبات حنت ملكاكم آتيتم كل أوت ورح ديت أتمم. يوم 7 ورح 7 سنة 1909 حتى من مدينة كرن من بيته قد فوم. اليوم شعبية نو شعبي وأنس وطبعات إندي تفرق مكرايت عقويل اللي الشعب بقاد محمد مرانات انبتوتو تام. حقولات ورها أبريل سنة 1909 كليه 8 من علماء مسلمين خريجين سعودية أقل قاد محمد مرانات اتعريتهم. ومن اللي قدم شعبيات أجهزت كتلقته كل الوطن السجن بدلت تام. قاد محمد مرانات كما أتلعال ذاكرامة للينات دنقب 60 وأول 70 مثل ثورة تعاون كانت بهلا حكومة توبيا كل دول سجنتهم. كليتن هي لا ولايت فردن دات ماما من سجن فقر دي بهلام لكال آيت ما دات فردا قروب دي بهلام سجن قل أتمم. السنة 1977 أتوبيا من قرن فقرته هتوما من سجن فقرام. اتمدت حكم ملك هيل السلاسي سنة 1996 لتطبط تهلا قاد محمد مرانات اتديه رسالتنا ثورة ريك بالتام وعدها أعدان تطبطو سجنا وتفردام. دي بيوم 7 ورح 7 سنة 1909 حتى شعبية تطبطو لكن ميت جريمة وسمرتي كون. قاد محمد مرانات أسك كفلت سنة 1979 السجن كارشيل أسمر على لتبهل. حقول لكن رأيو لبو سمعيو قدم من موتو إدليت وحيوتهم 3 سنة وهذا هلام. أكانو هي إلا الإندق ليت دي بآياكم كريل إيه تتأمر شعبية ليتا تأمرام. قصة قاد محمد مرانات إباد كرن على قدرة قردت وقندا عقل الشعب إبعدل حكم مل على السيد عبد الفتاح فكيه أحمد خليفة عبد الله لتكتب كتاب عربي الترجمة ترجم هلام. التلمة دت قربته لبتقرية للترجمة قصة قاد محمد مرانات اتمطبعت كلهم تتبعات تقلت تنشرتهم. ثبتنا اللي كتب حكير من اللي كتاب اللي لا تنساتهم. قشي دكتور تخلاب من قستاب يوم 10 كيلو يونيو سنة 1993 من والدايتو السيدة تغباش في الساعتين ووالدايو من قستاب يوهنس أسمرت ولدام. أسك سنويات اتكان بونا أسمرا حقولا درسام. السنة دراسة 1985 أسك سنة دراسة 1990 وحتين الجامعة جيما توبيام إما جال عافية تخرجام. إلا حكير تاريخ الشي دكتور تغلاب من قستاب كاتب حكيم كاهن وإستاذ إقل زياد 4 سنة السجن اتحنتي لتبلاريس صحفي راديو SBS بيان السمري السنة 2010 الشبكة 10 إريتريا لكتبي كتب منو لتنساتهم. جمعة يوم 10 نوفمبر سنة 2004 وزارة عافية
اتسبدالية أروتا اجتماعنا وزارة على علام أنفر وزارة عافية لاتوم قش دكتور تهلا من قستاب ومسؤول اسبدالية حالة نفسية أريتريا قش دكتور فصوم برهان قبر نقوس اجتماع قل شاركوا على تلوم قش دكتور فصوم برهان قبر نقوس من قد مسي تقرير قل قدم على تلو وباللي دي باجتماع شركام لعلو مستطوب أنو كايلك تاكوا علوم تكيا قش دكتور فصوم برهان من دقائق الساعات حلفت لكن يماتام قش دكتور تخلاب ابي مزت قش دكتور فصوم برهان زيادة قل الشاكل باتام قش دكتور فصوم برهان التجتمع قل شارك عند قيس عدوم اللي هي من دي لتفاني من قبل أنفار أمن أقتطفوهم كم كلهم أبرياء زنبو حكمون دي لتأمر السجن 17 سنة تدور هلام لدي بيت كستان على نايكل عمل حركات دمار حكومة ومكتب منبري بارتي عريك أرتودوكستا وهذا كتبوا ولو كل علوم من قروب تابل على قش دكتور تخلاب بقوت شابتكم هليت الأمر علام قش دكتور فصوم برهان اجتماع كمية حدرام اتحوه نقوش السيد برغت من قستاب قل التسل منا كان اجتماع برا فاقرام اتمدت لهذه بارتريا موبايل لعلى علوم حدام علوم التلفون ثابتنا بيت عند التسلام قش دكتور فصوم برهان اجتماع عند حضرات تقرير قل لك قدم على تلوم أسكاد لكن يمتام إلا لنا دي بحالة كايو هي اللي كاتيلو دي لأمانتك ديلو يوم وباهو قش دكتور تخلاب الحبرة دي برخت حقوق محالفة اتقات اجتماع تام نوسو قش دكتور تخلاب ما من اجتماع عدون دي لا قبل اتنفس العمل قد تفا واللي توسك زيم انبر شكوات وفريد زياد 17 سنة دي في سجن كارشيلي تتعذب هلام قش دكتور تخلاب من قستاب تنقصقاتي ما صحف قدوس اتحنتي لتبل رئيس مجلة مجد هيوات سنة كلي 1010 التنشرت كتب قشي دكتور تخلاب انبلامات مجال عافية لها بيا خدمات اللي لتلكاتبتم أرئيس بحث مصحف قدوس وانجيل تعوم زينا راي وبعد 17 طبعات عندي طبع عيالتنا الشراياتن لبزحات مجلة مكانه وتفقر على كتب نوصل كتب يوتوم بل اللي ما الطبعات لي بزحات 3 عباي ونعاش أكتبت كاتبتوم أنبلنا إمنات واجتماعات لكسس متنفعات كلمات جاذبية لبو لتفنات كتب قش دكتور تخلاب لكتب يوتوم اتمدت اقتطافه محرر جريدة سجيناء على الصحفي يوسف محمد علي تأسمر لتولد والعبد قبي حر لكن اقل مدرسة السودان نبر على ودي بدرسام برسودان مدرسة كامبونين تدرس ورود من ناشطين أنفر محبر طلبة رترين قبام السنة 1987 اتقيادة محبر طلبة تحرام ودي بسنة 1997 برسودان مسؤول فرع برسودان اندقابا قل محبر مرحام حقولا سنة 1997 حتى اريتريا لترى تغيير من سودان اريتريا بلام جريدة سجيناء كالدول ان تنظمت كمسال انبتت محرنا يا صحفي يوسف محمد علي قبام لدي بسلطات لعلو سياسيين جب الشعبيات كمسال فناجلو واتفاق عند حقلو
إذا يوم دي بحدو الآشرة وبوم صحفي يوسف محمد علي من نسلف جريدة تجيناي مثل محمود الشريف ومقابلة لوداتهم محمود الشريف وزير حكومات أقاليم انتو منا ضد حر صحافة العلوتوم التسدد وشباب مرحلة لأنبليها جريدة بعدة قلت هلا لبل على جريدة حداثة رتراكم طلمتو الثالث عداوين على جرايد خاص رأيو قلها بأنبتام حقو لنا شريفو صحفي يوسف محمد علي جريدة تجيناي لودا مقابلات لبزحوا مجموعات 15 نايلة نظام الجرايد كاس اندقبلوا مقابلات ودوم صحفي يوسف محمد علي من عمل لك الطفاء السكلا التايه الله لدولي علبوم حسب تنسيق برنامج مسؤول منتون في قاد الصحفيين وفنانين بحود على الزعوتات حنتيلة تبلا رئيس سابع كفال في قادو قاد محمد مرانات قشي دكتور تغلاء من قستاب والصحفي يوسف محمد علي لكسس حجير تاريخ بحود زعوتات سابع كفال دي بلا تام هلام سامنا كفال تتمس سامن اقل لتقدم قولكم تو اسكد حن وسلام حدقناتكم كلنا بخي وانت تريك يرقدو دوجو لي يا محسنين يترداو يلا بكي ويا عادي ويلردي شهدا انبو كلنا بخي وانت تريك يرقدو دوجو لي يا محسنين يترداو قد محجو قرابو ترلا قربتي انما اجل وريغ برلا الكرا قل رقتي واسكل بسلا قرار نغن يقرنو حلب وادي ويردلا عدكا ينو مغاغما ما الاردلا ينا سبر دمستو ندم بتاخترا حلبا قردتي إنما أنا بشر دو إن قلبو شغلاني قدو بدينا سوانة شاب نرتل الجبر سو كبر أغلن عيلا عينا كفاة القرصو أتيني قريلي مغاق نرد وانكرسو تبايقيد مقلان سو كم بابكي لسه ترسو كلنا بخي وانت تريك يرقدو دوجو لي يا محسنين يترداو كو يوزغان قشوغني يوزغ جار قشوغ حجوغانا تكتل العلي روح كوكسو ورمليوان ونسي شوانا كل قدو تيمتا زمار حتركين يسلو لتنقضو نابرا حقات يقيلو نحمر سدر ندو ابتبدو قابقين عقاوي تالكشفدو تانتار ودبردي تلو عنقن انت عقامنا يلبقم يا وما ستار بيوقتنا عوز دلي درا
سقلي قلتي غملانا ما نغتك إزني ونغنك حقا ودوم أخوك نرقونا فارسانت ناقنا تلاقي كامبلا وقارا وكشنا عفيتنك حكمن عفيتنك نبدا وسوكو تكفنديت دفادا بالبلككاو تكل زوزو مكدو وانا سوسي هكذا عمر وسكربتو تقيرتي غازن صداق كابي يقن منسي بنيت براك زلاق واوي قنين ملت رح جارت غزتلاق جربكن يقخد لقانا غر ولا عيننا يزمان تلن تمت كرانا فعلا الفتاح قبل وركا تردنا ترك مركا حرام بقيق وانسا وكاملي غنا تكو بقا يقلا كوغن لا وربان غاكب سور لا بكا الفتاح قبل وركا تردنا ترك مركا حرام بقيق وانسا وكاملي غنا تكو بقا يقلا كوغن لا وربان غاتب سور لا بكا ريت يا قبيلة ناري حيدي عفجو غلا جرب تكونا فتيح بيستوك وددو قدام لي مستلا مهار زنن دقولي داغسرنا ندمبي قنبل شاكنا يو يولو شغدا كميت ليدو شغدا تلا جربك ورا عكيم تغطو وري سمد وربك وانكار زوزك قبلن ريحتين اقور قزني لرققني نركزني نر ينا حشم بسني قبل الفتاح قبل وركا تردنا ترك مركا حرام بقيق وانسا وكاملي غنا تكو بقا يقلا كون لا وربان غاتب صول لا بكا قبل الفتاح قبل وركا تردنا ترك مركا حرام بقيق وانسا وكاملي غنا تكو بقا يقلا كون لا وربان غاتب صول لا بكا كيرن سأيوب حسام متنسياتنا من اللي ندت لنا ناشئ سياسي استاذ عثمان حجاي عودعته بيالك السس اللي لتلس آلات التوتا ودحق لها بناتهم أذت الوقت اللي دي بتوبيا قبلها الحرب كأفت قيمو اقلميتو أبي أحمد الجبهة قتال اقل ظهر الحرا مستقبلو سياسي قامر هلا اقل نبال نقدر أمبلا شريكو دي بحرب قابل هلا سياسة فورقين اقل أبي أحمد من خارج قدم له هلا دعميتو وقلمي وبإسئالات التوتا ودحق الهبناتو متابعتكم انسئين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة المستمعين لإذاعة سايوب، في السانحة جديدة الواحد بيحاول فيها يجاوب على بعض التنصرات اللي حدثت في المشهد الأثيوبي من خلال ما طرح علينا. يعني
وتقييمنا للوضع في أثيوبيا كما هو منذ البداية وقبل اندلاع الحرب، يعني هو محاولاتنا الكبيرة في رفض هذه الحرب والنصائح اللي نحن قدمناها للرئيس الوزراء الأثيوبي من خلال مناشدات مكتوبة ومقروءة ومسجلة صوت وصورة بالرفض الكامل للسلوك الغير حضاري اللي انتهجه رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، الدكتور آبي أحمد. وكان رفضنا مبني على منطلقات. أول حاجة المنطلق الأول بأنه حضور آبي أحمد إلى المشهد الأثيوبي من خلال بوابة السلام كأول بادرة وطرحت وعلى ضوء، يعني قدر يفتح آفاق جديدة في المنطقة خاصة في أثيوبيا. والمبادرات كانت من ضمنها إطلاق الحريات وإطلاق السجناء وعودة المعارضين إلى أثيوبيا ولكن بطبيعة الحال يعني الوضع ده ما استمر كثير، يعني بعد خاصة ظهور سياسة فورغي على المشهد الأثيوبي من خلال اتفاقية السلام المزعومة، واللي ما تحقق منها مكسب واحد لصالح الشعب الإريتري. وكنا تحدثنا في الإطار ده بأنه يا أخي هذه الاتفاقية من المفترض أن تكون لها استحقاقات على لصالح الشعب الإريتري. وحذرنا المجتمع الدولي هذه الاتفاقية فيها نوع من التغبيش وفيها نوع من الضبابية غير مفهومة، يعني بشكل أو بآخر، إذا كانت حتى للشعب الإريتري في الداخل وحتى للمعارضين في الخارج. يعني فحذرنا من التداعيات بتاعت هذه الاتفاقية. وسبحان الله يعني ظهر اليوم جليا يعني المخاوف بتاعتنا اللي يعني احنا طرحناها اليوم أصبحت واضحة جدا، بدليل أين آبي أحمد وإلى أين تذهب أثيوبيا بهكذا مشهد فيه هذه الكم الهائل من الدماء والموت والاشفلاء والخلافات البينية الكبيرة في المشهد الأثيوبي. القضية في المشهد الأثيوبي أصبحت معقدة. يعني الناس دي دخلت الحرب بإرادتها الشخصية، لكن أصبح الآن في عوامل خارجية هي غير مساعدة في أنه الناس ممكن تقدم أي مبادرات. آبي أحمد طبعا بطبيعة الحال رفض كل المبادرات المطروحة من المجتمع الدولي من الدول الإقليمية، ويركز على حسم المعركة في الإطار العسكري. وبرضو الجانب بتاع تجراي زي ما تعرف أنت يعني حصل فيهم موت كثير وانتهاكات واسعة، وبالتالي أصبحت المعركة بالنسبة لهم هي معركة وجود ومعركة كرامة. العنصر الثالث الغير المؤثر في هذا المشهد وجود الدور الإريتري بالسلوك اللي قاعد ينتهجه السياسة فورقي، وهو إدخال الشعب الإريتري في هذه الحرب. طبعا احنا بنأكد الآن
ومسبقا وفي المستقبل بأن الشعب الأريتري ليس له علاقة بهذه الحرب. يعني هذه من ضمن المفاهيم اللي نحن قاعدين يعني نجتهد في أنها تصل لشعبنا في الداخل والإخوة الأثيوبيين بأنه هذه الحرب ليست حرب الشعب الأريتري. الحرب هذه حرب سياسة فورقي، وقاعد يدخل فيها الشعب الإريتري دون مراعاة لرغبته ولوضعه الاقتصادي ولظروفه المعيشية. والهدف منها زي ما ذكرنا هي قضية تأمين الحكم بتاعه وتأمين انتقال الدولة إلى ابنه أبراهام من بعده. يعني هي قضية متعلقة بأمنه وسلامته وحكمه وكرسيه، وما فيها أي مصلحة زي ما ذكرنا تذكر للشعب الإريتري. المظهر الأخير اللي هو ادعى فيه آبي أحمد بأنه هو رايح يخوض الحرب من موقع القتال، فيه نوع من محاولة الاستقباء للشعب الأثيوبي، لأنه المعروف أنه الجيش الفيدرالي انكسر وانقسم، فأصبحت أديس أبابا بالنسبة لآبي أحمد منطقة غير آمنة. بالتالي هو لازم يكون في موقع يضمن سلامته وموقع يضمن أمنه، وما في موقع أكثر من الموقع اللي هو انتقل إليه وفيه القوة والميليشيات اللي متحالفة في قتالها ضد تجراي. فعلا بخصوص الدعم الخارجي، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت الدعم بشكل مباشر، وهي طبعا من ضمن المفاصلات اللي حصلت في الفترة الأخيرة إنها هي مقدمة مبادرة. يعني من الصعب إنها تكون جزء من التحالفات الموجودة، لأنها قاعد تقوم بمبادرة جادة لإيقاف الحرب، وهي يعني المبعوث بتاع وزير الخارجية بلينكين جاء لأديس أبابا مرتين ورفض أبي أحمد استقباله ورفض التعاون معه ورفض المبادرة بشكل قاطع. بالتالي أمريكا في هذا الوضع غير معنية بدعم أبي أحمد، بالعكس هي ربما هددت أكثر من مرة بأنها توقف التعاون وتوقف الدعم المتعلق بعملية التسليح. ده جانب. الجانب ده طبعا يعني جعل أبي أحمد برضو بيعمل خطوة ربما عندها نتائج في المستقبل، اللي هو التواصل مع تركيا، مع الصين، مع روسيا، من أجل الحصول على دعم لوجستي كامل من ضمنه التسليح والذخيرة. وهذا طبعا برضو في المستقبل حيكون في نوع من الجفاء بينه وبين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هي كانت منذ البداية دعم له ومعول عليه في نقل المنطقة بشكل كبير إلى التحول الديمقراطي. لكن الانتكاسة الأخيرة طبعا واضحة جدا جدا على إطار الحكم في أثيوبيا، وأيضا علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بأسياس أفورقي. وبدأ يظهر المشهد ده بحكم أنه الحين احنا قاعدين من ضمن المظاهر الجديدة في هذا المشهد موقف السفارة الأمريكية في أسمرة، اللي هي بدأت تطالب النظام وتلح إلحاح كامل من خلال السوشيال ميديا بأنه على أساس أن
يقوم بإطلاق السجناء وبسط الحريات، ويبدو أنه في غضب من رجالات الجبهة الشعبية على السفير الأمريكي في أسمرة، الذي بدأ يتحدث بشكل واضح عن الفلسفة الجديدة الخارجية الأمريكية تجاه القضية الإريترية، بعدما كانت في الأساس هي الجهة الداعمة لأسياس منذ الثورة وحتى الدولة. يعني كان الموقف الأمريكي هو الداعم الكبير لأسياس فورغي والوصلوا لهذه المرحلة. فيبدو أنه بدأت عملية فكفكة العلاقات مع نظام الجبهة الشعبية بالتوجه الأخير للسياسة الأمريكية في المنطقة، خاصة في ظل الرئيس الجديد بايدن. المجتمع الإريتري مفترض الدور اللي مفترض يعني منوط به واللي مفترض نعيشه هي قضية إنه الإعلان عن الرفض للسلوك النظام للمبارزة والمطالبة الدائمة بالتحول للديمقراطية وتفعيل الدستور وبسط الحريات كما بتطالب الناس. هذه الأشياء الأساسية اللي مفترض الناس تتمرحل بها في المرحلة القادمة بإذن الله تعالى، وقطع الطريق على أسياس لمواصلة حكمه ومواصلة هذا النظام يعني. وده طبعا بيحتاج إلى جهد كبير من الشباب بالذات في الخارج في قضايا المتابعة مع المجتمع الدولي وتقديم المقترحات وتقديم برضو الحلول والبدائل. يعني في النهاية النظام اللي الناس قاعد تطالب بتغييره، لازم الناس هنا كمان في الخارج تقدم رؤية واضحة لنظام الحكم وشكل الحكم وآليات الحكم ووسائل الانتقال اللي مفترض يحصل يعني. والمرة يعني والقضية المهمة بالأساس الآن بأنه المعنيين بقيادة العمل المعارض الآن بأنه يكون عندهم دور فعال في طرح نفسهم، طرح المشاريع بتاعتهم، وتوصل هذه المعاني وهذه المقترحات إلى الشعب الإريتري في الداخل، وعلى أساس أنه يبدأ يتفاعل معها. وبارك الله فيكم، ده اللي حبيت أنا أشارك به، وجزاكم الله خير. علنا عليك
سبحان الله
حيث تنسيتنا يوم برنامجنا قلنا أتمم أخبار إقلت قمقلكم. السنة كل 1000 وحتى بدرجة علم لبزحوا الصحفيين لسا جنوت تاكم تام نيويورك لمركز لجنة محامين صحفيين انتحبرت أرتريا من الساجنوا الصحفيين أول لترتبا الدول كمتا تقرير شرح اللام الذي يعيد مؤسسة يوم 6 ديسمبر الأفكار التقرير أرتريا اللي تتندول ديبن كلمة 9 وصل صحفي سجنامكم اللو حبرت الليتم بالأساس تلن سنة كاينا 5 صحفي عند السجنات أولي درجة ترتبت الليت ميانمار إسرا وسس صحفي وبيلاروس 10 صحفي عند السجنات تلا سنة كل 1000 أسرة حتى كل دول ميانمار وبيلاروس أثر كاينا رطوبات كملا لجنة محامين صحفيين حبرتم من تحت الصحراء لتركب دول أفريقيا هي إريتريا تلن إسرا سنة زياد إسرا صحفي وكيتبات من داب تطافات أولي درجة ترتبت نبره الليتم اتحرب تقراي شمت لليت توبيا ما عداواي حر صحافات بتودي لليت أكي أفعال افساجنوا الصحفيين حقوا إريتريا رتبت الليت إريتريات كيدت حقوق حر صحافات قبل بزح سنوات من متوى 8 دولة الدنقوبة رتبت انت نبره الليت أرتريات برنامج كوفاكس قلت تحابل قدمت لها طلبة سكلة تقارفوكم اللي تشرحام مركز مراقبة العدة أمراض أفريقيا من لادي بنيروبي لهلا مكتوبة هبوي شرح بزحات دول غرب ومؤسسات منظمات الدنيا إقل أفريقيا لتبرعوا في ضد كورونا فيروس أرتريا من برنامج كوفاكس قلت تنفع لتقدمت طلب أزيما كميت كبتتو تأمرام لما أسست ألو قدمت شرح دي برنامج آتيات لله 5 دولة أفريقيا لفديت بحود بطحن من مهلات أريتريا لكن البرنامج يأتين بهلات كمهلات أتأمرام برنامج كوفاكس يقول دول أفريقيا لتهيب فديت لبرنامج لبز حكفالو بقبي اتحاد أفريقيا ومنظمة عافية الدينة لتمقارحكم هلا لتأمر حتى نقطة 3 بليون بزح الشعب لبقارة أفريقيا كل من ميت ليتاتو في ضد كورونا فيروس يقول ركب قادر لهلام مكتب مركزي مراقبة للعد أمراض أفريقيا لدي بريتريا لتقدم لها طلبات آتي برنامج كوفاكس أزيما قلت لكم تو حبور هلام
عيسام التنسيت كرنس أيوب لاقي اليوم الدوليا ملعنا برنامج نادي باللي تمم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئة جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقرنا متحكمتو أسكو دحنا اسمنو